بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نستكمل حديثنا عن مصطلحات في التاريخ والآثار. هالة أو حلقة من النور هي دائرة من نور تحيط برأس الشخصية المرموقة تمييزا لها وتعظيما أو تقديرا، وقد شاع استخدام ذلك في صور المخطوطات العربية والإسلامية وعلى الخزف والمواد الأخرى. أو هي ضوء مدور يرسم حول رؤوس ذوي المكانة في بعض المناظر المسيحية وعند بعض الطوائف الإسلامية. هانم لقب تعظيم للسيدات. هاوي ممارس غير محترف فن ما. الهرابذة هم عبدة النيران، وأحدهما هربز، هذا قول الخوارزمي، ونقول الهرابذة هم سدنة بيوت النار، وكبيرهم هو الهربزان أو هربز، وهو يلي الموبدان أو موبد، كبير الموابدة في المرتبة. هرب أو فوجة، هرب من الحاضر إلى الماضي وعصوره الذهبية، ويتمثل في الكتابة التاريخية عند الإفراط في تزيين الماضي وعرضه عرضا مثاليا خاليا من عيوب الحاضر. الهرم هو الإضمحلال والأفول، وهو مرض يصيب الدول، ويراه ابن خلدون طبيعيا لا يمكن دواؤه أو ارتفاعه، أي لا يمكن مداواته أو إزالته. هرموبوليس هو اسم أطلقه الإغريق على مدينة الأشمونين، وهي منطقة أثرية هامة بمصر الوسطى بمحافظة المنيا قرب مدينة ملاوي. الهكسوس هم غزاة رعاة من آسيا الوسطى، حكموا مصر وأسسوا الأسرتين الخامسة عشر والسادسة عشر من 1603 ميلادية قبل الميلاد إلى 1567 قبل الميلاد. واستطاع أحمس طردهم من مصر في نهاية الأسرة السابعة عشر حوالي عام 1567 قبل الميلاد. هلالية زينة تقام عند حلول هلال رمضان بصفة خاصة، حيث تنار قناديل المآذن. همايون هي كلمة فارسية بمعنى ملكي أو إمبراطوري. هوكشان الصائحون باسم الله من دراويش البكتاشية في جيش الإنكشارية العثماني. الهياطلة هو جيل من الناس كانت لهم شوكة، وكانت لهم بلاد تخارستان وأتراك خلج وكنجينة من بقاياهم، وكان بينهم وبين ملوك الساسانيين حروب طويلة، وهم الذين لجأ إليهم الملك قباد أنوشروان فأعادوه إلى العرش إبان فتنة مزدك. هيراتيقي هو مصطلح إغريقي أطلقه الغربيون على نوع من الخط السريع يختصر من الإشارات والرموز الهيروغليفية، ويكتب باليراع على كراطيس البردي أو على اللخاف والخشب والقماش. هيروغليفي هو مصطلح إغريقي معناه النقش المقدس، أطلقه الإغريق القدماء على الكتابة المصرية القديمة المدونة على قبور المصريين القدماء ومعابدهم وغير ذلك من تراثهم. وإلى اللقاء في الموضوع القادم بإذن الله تعالى، وشكرا على حسن استماعكم.